الأب المصري لما بيجهز لفرح بنته بيقول أنا عايز أعمل أحلى حاجة في الدنيا. كلمة أحلى حاجة دي معروف بيها المصريين، وده اللي عمله البطل بتاعنا النهاردة. اللي حكى الحكاية دي الفنان الجميل أحمد فؤاد سليم، لأنه شافها وعاشها معاه بنفسه، وقال إن البطل محمد درويش كان متفوق على الكتيبة الروسية في المهارة والدقة والسرعة، لأنه كان بيحضر الصاروخ في 8 دقايق بس، في حين إن الكتيبة الروسية كانت بتخلصه في ربع ساعة، يعني تقريبا نص الوقت. وفي الوقت ده كانت الطيارات الإسرائيلية بتعمل استطلاع مستمر على الجيش المصري عشان يعرفوا كل تفصيلة عن أبطالنا وعن إمكانيات جيشنا، لأن كل ما يلاقوا قاعدة مصرية بتجهز بيضربوها ويدمروها تماما. بس الجيش المصري كان دايما يخدعهم، بيوجههم يضربوا قواعد وهمية واحنا في حتة تانية بنعمل القواعد الحقيقية. في الوقت ده البطل محمد درويش كان بيبني القاعدة بتاعته وشايف الطيارات الإسرائيلية فوق بتراقبه بكل دقة. في الوقت ده إسرائيل كانت بتملك أقوى وأغلى طيارات في العالم. كانت كفاءة الطيارة الإسرائيلية تطلع من سيناء لغاية ليبيا وترجع بمعلومات مهولة، لكن للأسف طيارات الاستطلاع المصرية كان وقتها إمكانياتها بسيطة نظراً للظروف الاقتصادية في الوقت ده. وفي يوم نلاقي الجيش الإسرائيلي بيضرب طيارة استطلاع مصرية، سبب أضرار وخسائر كتير، وده اللي خلى الرئيس السادات يقول هما اللي بدأوا ضربوا طيارة عندنا وزي ما عملوا هنضرب طيارة عندهم. وكان المكلف بالمهمة دي البطل محمد درويش من الجيش المصري. بس بطلنا بقى كانت طموحاته أكبر بكتير من الكلام ده، ورد وقال لازم نوقع لهم أحلى وأغلى حاجة عندهم. انتوا عارفين بقى جينات الشعب المصري، لازم نعمل احلى حاجه. وحط في دماغه انه لازم يوقع لهم اغلى طياره اللي كانوا دايما بيتمنظروا بيها قدام العالم كله. البطل المصري من جبروته عمل استطلاع على طياره استطلاع اسرائيليه، لدرجه انه عرف خط سيرها انها بتتحرك كل يوم 3 الساعه 1:30 من تل ابيب. كانت بتطلع على ارتفاع 20 كيلو، يعني حاجه كده صعب استهدافها. لكن يا ابطال زي ما انتوا عارفين ان كل ما كانت المهمه صعبه كل ما زاد اصرارنا على تنفيذها. قدر البطل محمد درويش يضرب الطياره بصاروخين ودمرها تماما، لدرجه ان اسرائيل فضلوا شهر كامل يدوروا على حطام الطياره المحطمه. البطل ده بيفكرني بالمثل اللي بيقول قطعت لي زرار طب انا هقطع لك البدله كلها. وصور الطياره انتشرت في العالم كله واصابت اسرائيل بخيبه امل جامد قوي. وطبعا اسرائيل مش هتعدي اللي حصل ده بالساهل، خصوصا انهم عرفوا مين اللي عمل كده وجابوا اسمه وخصصوا فريق كامل لمراقبته عشان يتم استهدافه، وبالفعل قدروا يرصدوا تحركاته. وفي يوم طالع بعربيته رايح موقعه طلعوا عليه طيارات اسرائيليه وضربوه بصاروخ والعربيه اتقلبت. اتصاب جامد قوي وفضل مستخبي 24 ساعه لدرجه انه كان بيشرب جاز عشان ما يموتش من العطش، واتصاب بشظيه في العمود الفقري، والرئيس انور السادات وقتها سفره بره عشان يتعالج. الغريب بقى ان الراجل ده رجع تاني لخدمته بعد ما اتعالج وتم شفائه. واحد غيره كان رفض وقال انا شفت الموت بعيني، لكن ابطالنا وجنودنا بيقدروا ينتصروا حتى على الموت نفسه. هختم الحلقه بقصه عظيمه للبطل. العساكر بتوعنا لما عرفوا ان القائد بتاعهم اتضرب فضلوا يدوروا عليه لحد ما لقوا عربيته مقلوبه فوقيه، شالوا العربيه وطلعوه من تحتها وفضلوا ماشيين بيه لحد اقرب مستشفى في السويس، واستلمته ممرضه وكانت هي اللي مسؤوله عن رعايته الصحيه، وسافرت معاه لندن ونشأت بينهم قصه اكتملت بالزواج. اللي حكى لنا القصه الفنان الجميل احمد فؤاد سليم. خلصت حلقه النهارده، بس طالما بنتكلم عن ابطال مصريين تبقى حكاياتنا ما بتنتهيش. الف سلام وتحيه لكل ابطالنا المصريين.